سليمان عيد مات الله يرحمه، والطبيعي جدا ان كلنا نترحم عليه لانه فعلا كان اطيب خلق الله. انا في حياتي قابلته مره، وفي المره دي اقسم بالله حسيت ان انا قاعد مع خالي، ابن خالتي، عمي، الناس اللي هي قريبه منك دي، وبالصدفه كان معاه مراته وعياله. فقد ايه شفته الراجل ده محترم جدا، بيحب الناس كلها، بيقدر زوجته، بيقدر عياله، وراجل محترم جدا، وربنا يتولاه ويرحمه ويثبته عند السؤال. وممكن يكون دلوقتي حالا هو بيسأل، فكلنا ان شاء الله ندعي ربنا انه يثبته عند السؤال، وده الطبيعي. بس ايه اللي مش طبيعي اللي انا شفته في الوسط الفني المنيل ب60 نيله، ان لقيت مصر كلها كاتبه يا حبيبي يا صاحبي، مشيت وسبتني يا جميل، مشيت وسبتني يا ابو قلب ابيض، مشيت وسبتني يا ابو قلب طيب. اللي انا اقدر اصدقه في الحوار ده كريم محمود عبد العزيز وشويه من الفنانين. لكن احنا لو رجعنا بفلاش باك عن سليمان عيد من حوالي 7-8 سنين كده، كان الراجل شبه بيقول يا جدعان انا قاعد من الشغل ومش عارف اشتغل. طب انتوا كنتوا فين يا محبين يا جمال يا اللي مالين صفحاتكم دلوقتي بصورته والله يرحمك يا سلم، واللي يعيط واللي يبكي؟ طبعا انا ما بتهمش حد، لا لا لا، في ناس بتعيط بجد، وناس بتحبه بجد، وناس ساعدته بجد، لكن في ناس بتمثل ان هي زعلانه عليه. ما اقصدش سليمان عيد بس، لا ده الوسط الفني كله. اول ما حد يموت يكتبوا بقى ايه الكلمتين اللي هم محفوظين، الله يرحمك، وينزل صورته واللي واللي واللي. طب ما رايه كان عايش، ما شفناكوش يعني بتشغلوه. انا لسه شايف نعي دلوقتي لمنتج كبير لسليمان عيد. اعتقد اصلا ان سليمان عيد ما اشتغلش معاه قبل كده، او لو اشتغل معاه مره من زمان. فاتقوا الله واستقيموا يرحمكم الله. فانتوا كدابين واحنا عارفين ان انتوا بتمثلوا، مش هتاكلونا الحلاوه. الراجل توفى الله يرحمه، ندعي له، لكن نزيد في الزيطه ونسرح مع الناس ونقول الله يرحمك يا سليمان، انتوا ما كنتوش بتشغلوه. اشهد بصراحه ان ما كانش حد مشغله بيراعيه الا كريم محمود عبد العزيز ابن الفنان محمود عبد العزيز. الراجل ده كان شايله على راسه وقعده للحياه الفنيه تاني، وهو بصراحه اللي ظبطه في الفتره الاخيره، فربنا يكرمه. هتضحك بقى علينا وتطلع تقول الله يرحمك يا سليمان وبنعيط عشان خاطر سليمان؟ ما حصلش الكلام ده، كلهم كدابين. وعشان ما انساش برضو واخدكم في دوكا، لسه شايف سيناريست كبير دلوقتي حالا منزل بوست يقول ايه: انا اعرف سليمان عيد بقالي حوالي 10 سنين وعمرنا ما اشتغلنا مع بعض، بس كلنا اصحاب ومعلش القدر لعب لعبته وما لحقناش نشتغل مع بعض. يا راجل كل ده والقدر لعب لعبته وما لحقتش، امال عايز تشغله امتى؟ لكن دلوقتي نيجي نبص نلاقي ايه؟ نعي وصورته ايه الله يرحمك يا سليمان. عموما الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا، وربنا يثبته عند السؤال ويرحمنا جميعا من الوسط المنافق ده. وعموما قبل ما اختم بقى عايز اقول لك ان في مئات زي سليمان عيد الله يرحمه. فانت يا باشا يا منافق يا وسط يا فني يا منافق، حاول تلحقه وتسنده وتساعده، عشان لا قدر الله لا قدر الله يعني ربنا يديهم طول العمر، اما يموتوا ما اشوفش فيلم ارض النفاق ده تاني والله يرحمك يا فلان وايه وننزل صورته معموله بالابيض واسود ومكتوب عليها انا لله وانا اليه راجعون، وكله بقى ايه يهلس ونفس الكلام. الله يرحمك يا فلان يا طيب يا اللي كنت زي النسمه. طب انت شغلته؟ لا ما شغلتوش. وانا بقول لك اهو هو ما بيتسولش، الناس دي المفروض تشتغل. احنا هجير راحت علينا خلاص هنقول مش مهم، احنا اصلا ما اشتغلناش وقهرتونا وقررنا نشتغل اي حاجه تانية غير الفن عشان نعرف بس نعيش ونساعد نفسنا على المعيشه ونصرف على اسرنا. في ناس تانية بقى اشتغلت في الفن وما تقدرش تشتغل حاجه تانية، فساعدوهم. فده رجاء يا اهل النفاق، قبل ما الناس دي تموت الحقوهم، وهم ما بيشحتوش منكم، ده حقهم. ربنا يرحم امواتنا جميعا، وسلام عليكم.